سلام مشاهدين، كداير؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى من الله تكون لاباس عليكم، وهذا الفيديو لقاكم في احسن احوال يا ربي. غنصايب معكم الغريبه البهله اللي كتجي رائعه. خديت هنا كما كتشوفوا الزبده وكتكون بدرجه الحراره في المطبخ. درت 3 ديال السكر سنيده وقبصه ديال الملح تاع الذوق وفاني. وهنا كنمعك المكونات مزيان. خصني نخدموا ديك الزبده باش كتذوب لينا، ولا نديرو كلشي بالهاشوار. ديك الزبده والزيت نديروه في الهاشوار، كتسهل علينا العمليه انها تخدم بسهوله بكل سهوله. بغيت نخدمها معكم في فيديو درتها لكم هكا. درت زلافه ديال الزيت بنفس العبار ديال السكر سنيده وجات هي ديك الحلاوه. هانتوما هنا غنضيف واحد شويه النافع وحبه حلاوه عندي مطحونين. غنضيف واحد المعلقه كتعطي مذاق زوين، حتى في المعده ما كتضرش ديك الحلوه. راه ديك النافع وحبه حلاوه كتعطي واحد المذاق زوين، وواحد نص معلقه ديال القرفه كتعطي مذاقات زوينين في الحلوه الغريبه البهله. صافي هنا ضفت الجنجلان اللي مصهداه، ضروري نصهدوه بشويه. صافي كنخلط المكونات. درت عفوا اللوز اللي مهرمش، غليت شويه ما رققتوش بزاف. صافي كنخدم المكونات مزيان. ضفت الزلافه الاولى ديال الطحين، غنضيف الثانيه وغادي نضيف مازال. غادي نضيف واحد 2 صاصيات ديال خميره الحلويات، والثالثه غناخذ النص ديالها. غندير 3 يعني 2 ونص تاع الخمات ديال الحلويات كما تشوفوا. خليت النص. صافي هنا كنضيف الطحين، كنجمع عفوا ديك العجين وغنضيف مازال الطحين. صافي هنا مازال خاصها الطحين. غنزيد الزلافه الثالثه. هانتوما كنبقاو نخلطو بشويه ونضيفو الطحين شويه. صافي هنا كنجمع العجين، ضفت هذيك الزلافه وزدت الرابعه عاود. كنبقى نضيف بشويه بشويه حتى كيتجمع لينا داك العجين. خاص العجينه تكون قاصحه شويه ديال الغريبه. هنا جمعتها هانتوما. صافي كنبدا ندير كويرات على هذا الشكل. العجينه راه قاصحه شويه البنات ولكن كتجمع لينا. كنديروها كويرات على هذا الشكل. هنا كندير كويرات. من بعد كنشعل الفران باش ندخلو الغريبه طيب. ضروري نشعلو الفران ديالو يسخن. هانتوما كنبقى نكور على هذا الشكل. كندير كويرات على هذا الشكل. راه كتجي غريبه زوينه بزاف، وكتجي كلها مشقه وكتجي ناجحه وكتجي زوينه. هانتوما كنبقى ندير كويرات على هذا الشكل. من بعد كندخلهم الفران اللي سخون، كندخلهم من التحت وكنقص البوطه. ملي كندخل الحلوه كنقص البوطه حتى كتشقق لينا ديك الغريبه. من بعد ما كتشقق لينا شويه لتحت كنطلعوها تكمل التشقاق ديال الفوق. واخا ما كتشققش لينا كلها لتحت كنطلعوها الفوق راه كتشقق البنات. اللي عنده الافيه من الفوق لتحت تشعلوا من الفوق لتحت. هنا بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه. نجمع 2 فيديوهات في فيديو واحد. ندوزو نصايبوا الحلوه الاخرى معاكم. هنا هاد الحلوه كتجي على هاد الشكل وكتجي بنينه وبسيطه وكتجي زوينه في نفس الوقت. كتجي بنينه وكتجي زوينه. انا خديت واحد النص ديال الزبده قسمتها في وسط النص. خديت النص ديال الزبده كما كتشوفوا قطعته. غنمشي على الفران غندوبو فيه وغنرجع نخدم به الحلوه. كتجيني سهله هاد العمليه ديال. خديت كاس ديال السكر سنيده فاني، قبصه ديال الملح. كندير ديك الزبده يذوبتها شويه في الفران. كنشعل زدت عليها 2 بيضات وحيدت البياض ديال بيضه وحده. 2 بيضات وحيدت البياض ديال بيضه وحده. صافي درت كاس ديال الزيت وكنخدم المكونات مزيان. كاس ديال الزيت اللي ضفت، واحد الكاس ديال الزيت وكنخلط الخليط. زدت الزلافه ديال الطحين. صافي كنضيف نص خماره ديال الحلويات، نص ديال خميره الحلويات. هنا كنجمع العجين قبل لا نقص حينين العجينه قسمتها. صافي الاخرى زدت لها واحد قشره ديال الليمون اللي حكيتها، قشور ديال الليمون تعطي واحد المذاق زوين. وديك الاخرى درت لها الكاكاو المر يعني الشوكولاط ديال الكاكاو المر. صافي كنجمعها. زدت واحد نص معلقه. صافي كنوصل داك الطعوم اللي بغيت تجيني شويه يعني اللون ديالها سوداء. جمعتها. صافي هنا كنسرح ديك العجين البيضاء، كنسرحها بالمدلك. بعد ما كنسرحها كنقطعها بالقطاعه. صافي كنديرها في اللاطه. هانتوما كنديرها في اللاطه، نستفها في اللاطه. وهنا صافي ديك النص ديال الحلوه البيضاء خليت منها النص اللي غنديرو حتى هو كويرات. غنخرج 3 الاشكال من هاد الحلوه، 3 تشكيلات تجيو شراب اتاي كنشربوا بهم اتاي العشيه قهوه كيجيو زوينين. صافي هنا خديت البيض وزدت عليه واحد الفاني كتعطيه واحد النكهه زوينه باش ما يبقاش ديك الصفوريه ديال البيض. هرمشت الكاوكاو وكنضيفو في ديك الحلوه. كنضيفها في البياض ديال البيض وكندوزها بداك الكاوكاو اللي مهرمش. كندوزها في الكاوكاو مهرمش وكنحطها في اللاطه. هنا كندوز في بياض البيض هو اللي درنا فيه الفاني وخلطناه وكندوزها في البياض ديال البيض. من بعد سدتهم في اللاطه. كنجيب ديك الجراره ولا اي حاجه كندير واحد الثقب في الوسط ديال الحلوه. الاخرى دهنت الهلوش ديالها بالبياض ديال البيض حتى هي وفشيتها باللوز ايفيلي. هانتوما
هنا خديت ديك العجينه السوداء، صافي كندير كويرات على هذا الشكل، كتجي زوينه الحلوه هكا شراب اتاي العشيه والقهوه كتجي زوينه. صافي كندير كويرات على هذا الشكل بهاد العجين ديال السوداء، درت كويرات. صافي كندير حتى هما الجراره او اي حاجه، كندير واحد الثقب في الوسط، درت ثقب في الوسط كما كتشوفوا، دخلتها طيب، من بعد ما سخنت الفران دخلتها طيب، من بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل. نعاودو ملي كندخلوها الفران كنعاودو نوركو على داك الثقب باش يبقاو في الحلوه. هنا هاد ديال الكاكاو درت ليها شويه مربى ودرتها في الوسط. هنا خديت الكوك زدت عليه الكاكاو والمر ودوزتو فيه حتى ولا اللون ديالو هكا على هذا الشكل، وكندهن من الوجه ديالو كندوز في داك الكوك مع الكاكاو، كتعطي واحد اللون زوين. بعد ما كندهن الوجه ديالها صافي كندوزها في داك الكوك مع الكاكاو اللي خلط. صافي هنا على هذا الشكل درنا هاد جوج شكيلات، كندوزو على نص الوجه ديالها من التحت، والنص ديالو الوسط كنخليوه نعمرو بالشوكولاط الابيض. هانتوما كندهن ليه الوجه ديالو، كندوزها بداك الكوك مع الشوكولاط اللي خلطناه مع الكوك، كيولوا لي بحال لونه بحال الاسود. صافي هنا غادي نعمرهم بالشوكولاط الابيض، نعمر هذوك يعني الثقب الحفرات كنعمرهم بداك الشوكولاط الابيض فقط للتزيين. عمرت بالشوكولاط الابيض. هانتوما كيفاش كتجي الشكل ديالها. هذيك الاخرى درت ليها شويه الشوكولاط شاطليه درتو فيها النص ديالها. صافي مشات ليا شكل الشوكولاط الابيض، دوزتو على خطوط، درت بيه التزيين داك الشوكولاط شاطليه ما ضيعتوش، درت فيه شويه التزيين. صافي هنا هذوك الحلوه السوداء درت ليها عمرتها بالشوكولاط الابيض، ودرت داك الشوكولاط الشاطليه درت فيه خطوط على ديك الحلوه. صافي هنا واخا درت ليها داك الشوكولاط الاسود الشوكولاط يعني الشوكولاط اللي ذوبناه درتو في الماء تذاب، درتو في البلاستيك نشان وذوبتو في الماء طايب. صافي كندير في البلاستيك وكندير به خطوط للتزيين، وكنستف الحلوه كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينه شراب اتاي وكتجي لذيذه وسهله. الحلوه في اخر لحظه كتوجديها كتجي زوينه بزاف. ما تنساونيش من اللايكات ديالكم.